السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بألف خير. وصفتنا لهذا اليوم طريقة عمل التكبوكي الكوري كأكل أرز بمكونات بسيطة وسهلة موجودة بالبيت. أعزائي، إذا أول مرة تشوفون قناة أهلا وسهلا بكم، وأتمنى تشتركون بقناتي وتفعلون زر الجرس حتى يوصل لكم كل ما هو جديد بالقناة. عندي هنا نص كوب من الطحين القمح، راح أضيف عليها بالتدريج ماء مغلي، وأبدأ أعجن الخليط. مثل ما تلاحظون راح أضيفها بالتدريج. هنا أنا عجنته لحد ما يتماسك العجينة. هنا راح أقطعه على قطعتين حتى أفردها على شكل اسطواني وأقدر أسيطر عليها. مثل ما تلاحظون هنا فردتها على شكل اسطوانة، راح أبدي أقطعها على شكل أحجام التنبوكي. مثل ما تلاحظون تقريبا أسويهن نفس الحجم. هنا خلصت الكمية وهيجي شكلها صارت. راح آخذها وأخليها بالمي السلق. هنا راح أضيف القطع التنبوكي، أخليها لمدة 5 دقائق تفور. هنا بعد ما فارت تقريبا استوى عندي تكبوكي، راح أبدي أشيله. أتمنى تشتركون بقناتي وتفعلون زر الجرس وتسوون لايك حتى تعلى القناة. هنا أنا بديت أشيل التكبوكي وأنشفها من الماء. هنا عندي ماء مثلج، راح أضيف عليها القطع الدكبوكي وأبقيها لمدة 5 دقائق. عندي هنا مقلاة، راح أضيف عليها كوبين من المي. عندي هنا معجون الفلفل الحلو، اللي يحب حار ماكو مشكلة، أنا هنا خالة فلفل الحلو. أضيف عليه شوية شطة، تقريبا الملعقة صغيرة. هذا اللي بالنسبة اللي يحب الحرارة السبايسي. هنا أنا عندي صويا صوص الحلوة، راح أضيفها. هاي صلصة الصويا الحلوة. راح أضيف تقريبا ملعقتين كبيرة. هنا أنا حضيف ربع ملعقة صغيرة من الملح. واللي يحب يكتفي بمكعب الماجي، هنا ضفت أنا مكعب ماجي واحد. وأبدي أخلط المواد كلها.
هنا أنا راح أضيف قطعة تنبوكي بالمقلاة وأبدأ أحركها حتى كلها تمتزج بالصلصة. مثل ما تلاحظون ضفته بالصلصة وبدأ عندي يفور الخليط. هنا راح أضيف عليها السباكيتي. أكو مرات الهواية نشوف الأكل الكوري ويعجبنا ناكله، خصوصا الأطفال من يشوفون شغلة على الفيس، على الانستا، على التيك توك ويعجبهم. هنا أنا هاي الطريقة جبتيها لكم وعلى طريقتي. هنا أنا خلص عندي طريقة السواء السباكيتي مع التبوكي. راح أضيف عليها رشة من السمسم تعطيها نكهة كلش طيبة. مثل ما تلاحظون الشكل والطعم والريحة كلش طيبة. هنا ضفت عليها جبن موزاريلا. وهنا شكله النهائي. شوف الطريقة. طبعا أنا مو كلش أعرف أشيل بالأعواد، عندي توقع كل ساعة عندي. علينا وعليكم ألف عافية، وأي سؤال أو استفسار اكتبولي بالتعليقات وإن شاء الله أجاوبكم. لا تنسوني باللايك وألف عافية.